مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في حلقة النهاردة هنطلع نتكلم على ماتش الأهلي والزمالك اتلعب امبارح. ماتش خلص بفوز نادي الزمالك بنتيجة 2-1. ألف مبروك نادي الزمالك وعرض لك جماهير النادي الأهلي، ومبروك على جماهير نادي الزمالك طبعا. المباراة كانت فيها إيجابيات وفيها سلبيات من الفرقتين. أولا كولر ابتدى المباراة غلط بتشكيل غلط، لعب ورا ربيعة، مصطفى شوبير، ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني باك يمين، باك شمال علي معلول، لعب بأوكا، لعب بكريم نيدفيد، لعب بقفشة، لعب طاهر محمد طاهر على الشمال، وفي الهجوم موديست، ولعب برضا سليم. مبدئيا كده، عفوا مش رضا سليم، عمر كمال عبد الواحد وينج يمين. مبدئيا كده مينفعش تلعب بعمر كمال عبد الواحد وينج يمين، مش عشان هو بيجيدها تمام او بيقدر يلعب بالطريقه دي او المكان دوت فانت تلعب بيه ماتش قمه في المكان ده، ما ينفعش. عمر كمال عبد الواحد قدم مباراه حلوه جدا وكان نجم الماتش قصاد زد مع النادي الاهلي، خد منه ذا ماتش لما كان باك يمين. انت ليه بترميه باك، ليه بترميه وينج يمين ليه؟ غير بقى ان كريم نيدفيد برضو بقى بعيد بقى لفتره طويله، نزلوا ماتش قمه اهلي وزمالك، ما ينفعش. فبدايه مودست اللي قعد حوالي شوط كامل ما شاطش كوره على الجون، عمل باص واحد متهيألي في الشوط الاولاني كله او باصين. يعني الموضوع كان بدايه التشكيل او بدايه المباراه مع كولر في النادي الاهلي كانت غير موفقه تماما. طيب ده بالنسبه للشوط الاولاني. الشوط الاولاني خلص الزمالك 1-0. على النقيض الزمالك ابتدى البدايه المثاليه الحقيقيه الواقعيه. انا مش هتكلم على لعيبه خط الظهر والحارس، ده التشكيل الامثل. حتى انا هتكلم على خط النص. خط النص هو ابتدى محمد حمدي، دونجا، عبد الله السعيد، ناصر على الشمال، وسيف الجزيري قدام، وزيزو على اليمين. انا هتكلم عن الجزء القداماني، خط النص والجزء القدامي. ابتدى بواقعيه جدا زي ما نهى الماتش اللي فات اللي كان كسب قصاد الاتحاد السكندري 3-0 على ما اتذكر، ولعب على الواقعيه دي. ما كانش ماسك كوره. الشوط الاولاني كان فرقتين ماسكين كوره هما الاثنين بالتساوي، ما راحش على الجون كتير، بس راح بكورتين. سيف الجزيري كوره الجون، وفي كوره تانية راح بيها. طيب عندي جوميز لعب بواقعيه، كولر لعب بغير متوقع، زي ما بيقولوا كده فرطت منه، كان في دماغه حاجه، حصل حاجه تانية، بلعيبه لسه راجعه من اصابات، بلعيبه مش في اماكنها. دي بدايه غلط عند كولر، وبدايه واقعيه جدا عند جوميز. الشوط الثاني جه ابتدى كولر يعدل من العك اللي كان عنده، نزل بقى عمرو السولية، نزل بقى رضا سليم، نزل ابو علي، بعد كده راح منزل كهربا شويه، طلع كريم نيدفيد، طلع اوكا. برضو اول 3 تغييرات عملهم مع بدايه الشوط الثاني خلوا النادي الاهلي يمسك نص الملعب، او خلوا النادي الاهلي يروح بكور كتير قصاد الجون نادي الزمالك، لكن برضو لسه في عشوائيه. ابتدت الخطوره الحقيقيه تظهر لما جوميز هو كمان ابتدى يفكر ان هو يعك فين، فما سحب عبد الله السعيد، فما سحب محمد حمدي، اما سحب ناصر ماهر. انت ليه بتسحب اللعيبه دي؟ اللعيبه دي اصلا خلاك ماسك نص الملعب، لو خلاك باين ان انت تظهر هجوميا، مخلياك موجود في الماتش. اما سحب ال3 لعيبه دول، بالاخص ال3 لعيبه الكوره اللي بيمسكوا الكوره في نص الملعب، النادي الاهلي بقى ضاغط نادي الزمالك وجاب هدف التعادل ضغطه في نص ملعبه، واوقات كان بيبقى في ال18. حتى لو انت تلاحظ او تفتكر كان في كور عرضيه بتتلعب كتير من عند النادي الاهلي، بس ما كانتش بتلاقي اللي يخلصها جوه الصندوق. لو كانت لقيت حد يخلص جوه الصندوق كانت النتيجه اتقلبت تماما. فانا شايف ان جوزيه خرف، جوزيه هو كمان خرف. ليه؟ لانه طلع 3 لعيبه كوره، يعني عايز تطلع هتطلع عبد الله السعيد عشان سنه كبير، لياقته مش هتسعفه، لكن ليه شديت محمد حمدي؟ ليه شديت
ناصر ماهر لا، دي كانت تغييرات سلبيه. انا مش شايف ان كان ليها اي لازمه، بل بالعكس ادت الاهلي افضليه انه يمسك الماتش اكتر ويروح عليك بهجمات اكتر. طب تخيل لو كان كوره لضمت ودخلت غير الجون بتاع الاهلي التعادل، كان زمان النتيجه دلوقتي مختلفه، وانت ما كنتش تضمن لسبب انت الشوط الثاني كامل ما كانش النادي الزمالك، كان النادي الاهلي. نادي الزمالك ما راحش غير بكورتين في اخر 5 دقائق بعد ما الاهلي تعادل، منهم كوره بتاعت سيف الجزيري اللي مصطفى شالها على مرتين ودخلت. دي كانت هجمه يعني اللي هي زي ما بنقول كده هجمه عنتريه في الشوط الثاني كله. نادي الزمالك ما راحش على الجون، النادي الاهلي في الشوط الثاني. طب انت تضمن منين اللي انت بالشكل ده تقدر تجيب جون؟ مش مضمون طبعا. فتغيير جوميز ان هو يسحب ال3 لعيبه دول كان خطا كبير، ده كان عك كروي، كان تخريف. كولر غلط، جوميز غلط، بس الافضليه او اللي قدر يلعب بروح اكتر واللي قدر يحافظ على جونه اكتر هو اللي كسب الماتش. طبعا دفاع سيء للنادي الاهلي، اذا كان من رامي ربيعه او من محمد عبد المنعم. كان في كور كتير بيتضربوا، وسيف الجزيري كان ذكي جدا في الماتش ده، عارف يروح من وراهم كتير. كانت مباراه مميزه بصراحه لعيبه نادي الزمالك. طيب في كده زي احصائيه كده عايز اعرضها عليكم، هي ملهاش اي علاقه شويه بالمباراه بس فيما يخص كابتن شيكابالا. وليه كابتن شيكابالا؟ لان قبل الماتش كان في حوالي قبل الماتش ب3 ايام 4 ايام كان في لغط ما بين جمهور الزمالك، كان يعتبر نصه بينتقد وجود شيكابالا وان هو عمل لنا ايه وعمل ايه وجاب ايه للنادي، والجزء الثاني متعاطف مع شيكابالا. وطبعا هم يعني عامه جماهير الزمالك بتشوف ان كابتن شيكابالا لاعب اسطوري للنادي، ده ما فيش خلاف عليه، مش ده اللي هتكلم فيه. بس خلينا نعرض بعض الارقام السنه دي لشيكابالا. شيكابالا لعب 23 ماتش، 23 ماتش منهم 10 مباريات فوز للزمالك، 6 تعادل، 7 هزايم. شيكابالا ما لعبش 5 مباريات، الزمالك كسب 4 مباريات وتعادل مباراه. طيب شيكابالا لعب ماتش الكاس اللي كان في السعوديه ما عملش حاجه. شيكابالا بعد المباراه نزل فرح مع جمهوره وبروحه وبحماسه. كل ده انا مش بنتقده في حاجه، انا بقول ارقام. يا ريت يا كابتن شيكابالا انت بقى ليك دور غير ان انت تبقى لاعب. يعني انا بنصحك كفايه لعب كوره. الزمالك لما بتبقاش انت موجود وبيلعب بيبقى فايق، دي حقيقه. انا مش بهاجم خالص شيكابالا خالص، بس انا بقول حقائق يا جماعه. جمهور الزمالك نفسه شايف ده، عشان كده بقول لكم قبليها بيومين 3 كان في بعض، مش بعض، نص جمهور او ربع جمهور الزمالك كان بيتكلم ان شيكابالا ما عملناش حاجه، بغض النظر هو عمل للزمالك ايه او ما عملش للزمالك ايه. انا بتكلم دلوقتي في مصلحه نادي الزمالك، مصلحه النادي فوق اي لاعب. كابتن احمد سليمان كان طالع بعد المباراه مع مهيب، تقدروا تراجعوا البرنامج وتشوفوا، قال لك شيكابالا خط احمر والزمالك خط احمر. يا كابتن احمد كان في حد معاهم في البرنامج كان بيذيع بعض الاحصائيات شبه الاحصائيات اللي انا بقول عليها ديت، فبيقول له شيكابالا خط احمر. شيكابالا خط احمر ليه يا كابتن احمد؟ هو شيكابالا عمل ايه لمصر؟ عمل ايه لنادي الزمالك؟ معلش محمد صلاح هتقول لي عمل ايه لمصر؟ ماشي، بس انا بتكلم محمد صلاح اعظم لاعب جه في تاريخ مصر، اعظم لاعب. الارقام اللي عاملها والبطولات اللي محققها بره تمام بينتقد. اي لعيب لازم ينتقد طالما مستواه قل او مستواه فيه مشكله، لكن ما تعليهوش على النادي. نادي الزمالك نادي كبير، مفيش لاعب يعلى على نادي الزمالك، والعكس مفيش لاعب يعلى على النادي الاهلي. الكيان اكبر من اي لاعب، واللي زي ما جه شيكابالا هيجي بعديه كتير، زي ما جه قبل شيكابالا كتير، حسن شحاته، فاروق جعفر، ميدو، عد ما جه بعديهم نجوم وجه قبليهم نجوم عادي. يعني ليه خط احمر؟ ليه؟ لعيب مش في مستواه، لعيب كبر خلاص، الموضوع خلص، الموضوع منتهي. بس دي كانت اجواء القمه في مباراه يوم السبت النادي الاهلي في قبل نهائي افريقيا، وفي مباراه للزمالك قبل نهائي افريقيا برضو بس كونفدراليه يوم الاحد على ما اعتقد او الاثنين. ان شاء الله بندعي الفريقين ان شاء الله ان هم يتخطوا المرحله الجايه، ان شاء الله يوصلوا للنهائيات. السلام عليكم.